في حي شبرا، واحد من أكثر الأحياء حيوية وزحمة في القاهرة. كان في شقة صغيرة فوق عمارة قديمة، شقة ما بيدخلهاش ضيوف وما بيطلعش منها صوت. لكن فجأة بدأ الجيران يلاحظوا ريحة غريبة، ريحة كأنها جاية من قبر مفتوح. الناس اشتكوا والشرطة وصلت، وباب الشقة اتفتح بالقوة. كان الظلام مخيم على المكان والتراب مغطي الأرض، لكن اللي جوه كان أبشع من أي ظن. 3 جثث نساء في مراحل تحلل مختلفة، ممددين في أكياس سودة ومدفونين تحت البلاط وفي قلب الحيط. اللي ساكن رجل اسمه منصور في الأربعينات من عمره، قاعد على كنبة متهالكة بيشرب شاي كأنه الدنيا عادية. الضابط سأله وهو مصدوم: انت قتلتهم؟